بس بدك تقص اظافير القطة؟ حبشتك؟ تجرح. اوكي. ما بعرف اذا حتزبط شغلة المانجو بصراحة. اي ثينك بدنا مانجو اكبر. شو بدك تعمل؟ ايس كريم. لا شو بها؟ بدي اشيل ليه؟ البذرة. ليه؟ لانه هاي لازم تتفرز ونحط لها كريمة بعدين نعمل ايس كريم. مشان يعني ولا صعبة؟ يعني بتنشال بس حنشال معه كل شيء. هاي مشان مع كل شي صح؟ بدك شيلها لهاي؟ ايه. جيني. طيب انا المهم انا حفرزها ونجرب نشوف. بس هسه حنضل المانجو يعني. عن جد؟ ندوق. ما ادري. وينك 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 من زمان؟ مانجو؟ بس مو حلوة. شو المكس اللي عملناه نحن هون؟ بطيخ ومانجو. ليه قصتيهم لهدول؟ انت بتجي بتنق. طيب بطيخ بصراحة. طيب كثير بطيخ ايه. طيب انا حفرز هدول كمان. بدنا نعمل نفس الشغلة. رح احط لها بلاستيك. ما بعرف ليش عم ينحط لها بلاستيك بس هيك شفتهم عم يعملوا ف رح اتبع الخطوات كمان. ما عم باكل بطيخ بالمعلقة. اوكي وهي كمان. المانجو. بتعملي ايس كريم مانجو؟ ايه بكره بتشوف. هلا اناناس. هلا صار وقت الاناناس. اوكي. وال شفتي العضلات؟ هلا لازم الهق. ايه لازم. هي تتذكر لعبة نينجا فروت؟ ايه هذا اللي بيعمل سلايس. هيك حاسة حالي. anyways هاي الاناناس هاي ما شكلها ما شكلها تمام. ما شكلها تمام. طيب شو اعمل؟ بطلب لك ايس كريم ورايحه راسك. يعني اوكي. بيب نعم. لا طالع بالنص بتنشال. بيبي عادي تتركني؟ مش هيك بوصل على الناس والله. ما انا ما انت مالك فهمان شو عم بعمل. لكن يا الله جاي يتفلسف كيف نقص الاناناس وجاي يقول لي كيف نقص اناناس. ما انا ما عم قص الاناناس طبيعي. انا بدي اعمل حفره لانه بكره رح تنحط كريمه رح نعمل ايس كريم. هاي اخر مره رح اشرح. صار لي يومين عم بشرح. نعمل هول. كمل المطبخ. كمل المطبخ. لبكتيني والله لبكتيني. انا اللي لبكت. هعمل اناناسايه واحده بس لانه هي تجربه. نجيب البلاستيك مره ثانيه. مزعج. يا غايز لازم
لازم تنشال سكينه من قدامي والا تفكيري راح يلا هحطه بالفريزر وارجع لكم. البيبي هلكني وهو عم يطلب سمك، عم بتوحى مع سمك وانا ما باكل سمك. فمن كم يوم رحت اكلت سمك، بس اليوم بدي اطبخ سمك. وجايز اقسم بالله بعمري وحياتي ما تخيلت انه يجي يوم وانا اطبخ سمك. اجى اليوم وطلبت ودورت على وصفه ولقيت، وحتى في رز البخاري بشتهي اعمله. رح يطلع كل شيء الا رز بخاري، بس ما علينا. بدي حقق احلام السمك للبيبي اليوم، للبيبي السمك اليوم. خلص انتو خلص وصلت. بس يعني طلبت سمك فريش فيليه، اعتقد سي باس نوع السمكه، بس انا مشتهيه سمكه اكلتها ببالي اسمها براموندا هيك شيء، بس قالوا لي انه السي باس نفس الشيء. المهم اليوم بدنا نجرب نعمل سمك. اعتقد انا رح ضيع بكل هالمعمكه اللي انا دخلت حالي فيها، ما بعرف ليش. بس المهم فرجيكم السمكه بالاول قبل ما ندخل بالخلطه. هي سمكه فيليه سي باس. اوكي، الحلو انه نظيفه كثير فما فيها ريحه بحر. انا بس مشكلتي مع السمك طعمه السمك حلوه. كيف بدي اكل سمك بدون طعمه السمك؟ نستعمل كيلو ليمون. بمزح. اوكي خلونا نبلش. مو كيلو بس يعني شي 5 ليمونات. معقول هدول كيلو؟ 5 ليمونات بكونوا كيلو؟ ممكن ايه كيلو ليمون. طلعت المسحه جد. رح نحط بقدونس، فجبت البقدونس خلاص مفروم خلص. ليلو حتهجم، ليلو كانت حتهجم. شمت السمك ليلو يا ويلي. لا عينا على الدبور. اوكي رح احط تقريبا شي معلقتين بقدونس. شوفوا العيارات، انا الفيديو اللي شفته العيار كان لسمكتين فيليه. انا اليوم عامله 1 2 3 4 5 6 تقريبا شي، لا 7 8 9 10 شي 10 فيليهات. اوكي لانه في انا وحسن وغيث وجين وشير وواحده كمان جديده قيد التدريب. اوكي ففي عنا كميه منيحه، فححط تقريبا هيك 1.5 معلقة من البقدونس، يمكن زيد لانه تلك العيارات. عملت تقريبا شي 5 توميات. اوكي رح احطهم مدقوقين. بدي احط عسل، انا بس هي اللي مو كثير مقتنعه فيها العسل، بس هي الوصفه اللي شفتها فبدي احط هيك. هاي مثلا لنقول معلقه. اوكي هاي كانت معلقه عسل. رح احط لحظه بطل البامب يشتغل. هي معلقه كبيره او صغيره تعتبر؟ اول وحده حطيتها تعتبر معلقه كبيره، بس انه مو مليانه يعني. بس لنقول تقريبا شي 2 معلقة. اوكي رح احط زيت زيتون، ورح كتر من الزيت زيتون لانه هو رح يكون الصوص اللي رح نتبل فيه السمكه. اوكي رح احط خلينا نخلص هدول رح نحط مسترد. اوكي طبعا تحطي 2 يس. رح احط تقريبا هاي معلقه 2 3. اوكي ورح احط اخر معلقه ديجون مسترد. اوكي وهاي المره حاستعمل عن جد معلقه صغيره. اوكي هالقد. انا كثير بحب الديجون. سو عاد يا معلم عاد. بعدين نحط رشه ملح. تمام نحط فلفل اسود. رح احط بابريكا. تعرفوني انا والبابريكا قد ايه صحبه. اوكي وبدنا نحط كمان بهارات السمك.
ليه ما عم تنزل؟ هلا بدنا نضيف الليمون. كله بزر عادي، خلص عادي عادي. وهلا رح نخلط كل شيء. طب ما حركيها مع بعض. بالمعلقه. بدي اخلطها كثير أوكي. منيح لانه في أوكي، مسترد أوكي. وعسل. اوكي، لما نخلط كل شيء ونتاكد العسل والمسترد لانه علقان بيكون بالسفل. اوكي الخلطه شكلها، لا شكلها تمام. شوفوا شمي. انا بدي دوق ما بديش دوقي. والله حتى انا دقتها كثير طيبه. اوكي بس خلطها كثير منيح. انا لسه حاسه بالعسل هون. اوكي عم فكر حط كل السمكات هون بدل ما ادهنها وحده وحده. سو بدنا نلبس الجلافز. هاي ليلو شو عم تتفرجي؟ اوكي بس جلافز. نشمر نقول بسم الله. هاي السمكة الأولى. الثانية طبعا الفرن حميته اوريدي مشان دغري السمكات يفوتوا هن جاهزين. اوكي شكلها حد بتشهي كثير صح؟ الطعم لا طعمة رهيبة. بدها ملح او لا؟ حسيت انه لا. اوكي هيك حسيت. السمكة الرابعة. اوكي والبصلات والجزرات هدول للبخاري. ايوه هيك شفت وصفة. رح اعملها بس رز على حلو، ما رح اعملها مع دجاج لانه هي بالعادة بنعمل مع دجاج. بس يعني شوفوا رح عم فكر اني انا بلش شوي بالرز بعدين مشان هي تاخذ شوي تتبل شوي هي بالتتبيله لانه حرام. قد بتاخذ بالفرن؟ بتصدقي السمك بالعاده ما كثير بياخذ وقت يعني بالفرن. سو مثل السالمه يمكن like 20 minutes. بنشوف يعني حسب. لا ما بدي اوسخ حالي بيجامه جديده. الله 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 شي فاخر على الاخر. شوفوا لي المنظر، شوفوا لي منظر. لا اللي عن جد طعم الصوص لحاله كتير طيب. ممكن يكون ديبينج صوص على فكره هيك مع خبزه. انزلي وليه؟ في اللي عم تهجم على السمكات. يا الله هالكتنه هالليله. اوكي رح اتركهم هلا يتبلوا شوي ورح بلش بالرز. حفرجيكم شو رح اعمل بالرز. اوكي هو يفضل انكم تتركوها تتبل اكثر، بس انا عندي موعد مفروض على السينما على الساعه 6:15 فلازم ينحطوا بالفرن مشان نلحق ناكل ونتغدى وكل هالامور. anyways عندي هون الصينيه. ما بعرف اذا كل السمكات رح يسعوا بس عندي صينيه ثانيه. اوكي بسم الله. اول سمكه مضيعه بين الوش. هلزقهم ببعض مشان اقدر اخلي مساحه. سمكه طبعا الصوص الباقي رح ينحط فوقه. يعني انا ما حضيع ولا قطره من الصوص اللذيذ. هلا حاليا ما فينا ندوقهم لانه صار في سمك وني للاسف الشديد. ناكل سمك. اوكي نحط هاي الرابعه. نحاول نحطها بالوش. اوكي شو فرقت؟ هاو يعني كيف حتعرفي؟ عم شوف هاي سكن هون. انا ماني معلومة تكون يا سلام. اوكي عم حط هلا الديل
تبع السمك او مو الديل يعني عم تقلبيهم البوز. يعني عكس بعض. بوزتها هيك هون. يا سلام. taste we tasted it. It tastes very good. ركبت 9 وحدة هون. كاملين. يا سلام. اوكي هلا شو بنعمل؟ حالفه يمين اوريدي نقطتي. بس نقطت؟ اي يا الله. فداها للسمكة، ان شاء الله تطلع طيبة. لا الصينية بتشهي، الصينية اختفوا السمكات من الصوص، اختفوا. ان شاء الله ما اكون عم اجيب العيد بالهي. ليكوا ما يعني تهجموا علي وتحكموا علي وتبهدلوني. هاي اول مرة بحياتي بعمل سمك، عم بتعلم. اوكي عم بتعلم. وقلت شارك هالخطوات واللحظات معكم. بس انا شايفه انه شو بده يصير بالصوص يعني ينقلى شو مليان. كمان صح. حسيت حيبهدلوني يقولوا خلاص صوص. هلا بينزلوا لي اشياء انه هذا مو سمك مع صوص، هذا صوص مع السمك. عادي. انا هيك بدي وانا حامل، اتركوني هيك. يا بسم الله. انتو ذا فرن وبعدين بدنا نبلش بالرز. لا حصور لكم اياه لانه يا ريت في خاصية الريحة. امتى بدنا نتطور وعن جد تصير في خاصية الريحة؟ والله على اجيال. لا وبعدين يصير في خاصية انه نشارك الطبخات مع بعض. نار على اجيال. دوقكم اياه عن جد تدوقوا. كثير حلوة. ممكن تصير never know. Baby boy, honey bee, kinda love the way you look at me. It's turned on to شو هاد يا الله. والله لو انا مو حامل بدوقها. يعني انا باكل سمك ني. تخيلوا انه باكل سمك ني بس ما باكل سمك مطبوخ. كثير غريبه الحاله اللي انا فيها، يعني انا ما باكل سمك بس الني عادي. بس بعرف تغزلي بالاكل يمكن اكثر ما بتغزلي بغيث. بصراحه الاكل بتستاهل. يعني انا عندي الاكل ثم غيث. عم بمزح، ما تقولوا لغيث. anyways رح احط الاكل بالفرن ونعمل الرز. اوكي بدنا نعمل رز البخاري، بس رح اعمل رز بخاري بدون دجاج. تمام. سو عندي هون زيت اللي عادي مع معلقه سمنه نمكس. ليش لا. عندنا هون جزر مبشور، بصل، جوانح. عندنا هاي المطيبات هدول اللي حنستعملهم. مكعبين ماجي دجاج لانه كان بدنا مرقه الدجاج بس عادي كل شيء له حل. بالبندوره ورز. تمام. رز ابيض بسمتي عادي مغسول منقوع. هلا بدنا نبلش ونحط الجزر. بدنا نقلي الجزره. اوكي بدنا نقلي الجزر. ما بعرف رح احط الكميه كلها، ما اعتقد هي كافيه. رح نقلي. بحس فيك فيها انه حتدوب، ما بعرف ولا لا. مثل ما بدك عادي. خليها عادي. رح نحط الجزر ورح نخليه يدبل، وبعد ما يدبل بننتقل للخطوه اللي بعدها. اوكي اعتقد الجزر صار جاهز تقريبا. صار لنا شي 3 ل 4 دقائق. اوكي رح شيلهم نحطهم على جنب. شكل الخطوه رح تطول. سو هنا بس دبلوا. اذا كبروا القطعه ممكن تنتفخ الجزره وبيطلعوها. يعني هي تقلايه سريعه لانه رح ترجع تنحط. اوكي بدنا نضيف المطيبات. عندي هون ورق غار، قرفه، كمون هيك. صحيح. اوكي وعندنا شو اسمه؟ كبش قرنفل. اوكي او مسمار صح؟ اي كان في عنا طاحون عنب. نضيف المطيبات على نفس الزيت اللي شلنا منه الجزر. نقليهم هيك شوي يتنكهوا مشان شو ينزلوا البصلات على نكهه. اوكي هيك بس. بعدين الله البصل والثوم والحياه الحلوه. رح قلي هلا البصل كمان ليدبل وبشوفكم بالخطوه اللي بعدها. اوكي تعالوا شوفوا البصل كيف. هلا رح نشيل نص كميه البصل. اوكي مو كل الكميه، رح شيل بس شوي.
معلقتين من لب البندوره. اهدي. اوكي، وراح نضيف مكعبين ماجي. هلا راح نضيف عم فكر بالرز، نعمل له تقلايه. انا بحب اقلي الرز شوي قبل ما اضيف المي. اوكي، بس هي بالعاده لو عم تعملوها مع الدجاج رح تكون مرقه الدجاج موجوده، بس رح اقلي هيك كل شيء مع بعضه. الرز يتنكر ويشرب الزيت. اوكي، هي سخنة. هلا اوكي اوكي، هي قليت الرز وركزت كل شيء مع بعضه. هلا بنضيف المي. اعتقد نطفي بس هيك. تمام. ورح اضيف رشة ملح. وراح احرك كل شيء مع بعضه. الريحة ريحة قاتلة، ريحة رائعة. اوكي، رح اخلي هلا الرز يغلي بدون ما اغطيه. اول ما احس المي نقصت رح اضيف هدول على الوش ونغطي. هلا فرجيكم. بس نسيب ضيف الجزر، فضفت هلا بس نص كمية الجزر. حركتهم مع بعض. علينا انتوا وقت تضيفوا الرز تضيفوا بعد ما تحطوا مي، حطوا بس نص كمية الجزر، ما تعملوا مثلي. اوكي، هلا بدنا نضيف البصل والجزر على الوش. رح افردهم هيك بهي الطريقة، وبعدين رح خفف النار وغطي عليها لتصير وقت الاكل. لازم تشوفوا السمكات. هلا حفرجيكم اياها. شوفوا لي السمكات شكلهم بشهي. شو هاد؟